عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم، ألم أحملك على الخيل والجمال والبغال، أو قال الخيل والجمال، أو قال الخيل والإبل، وأزوجك وأجعلك ترأس وتربع، فأين شكرك إياي؟ هذه نعم يعددها رب العالمين يوم القيامة على عبده. الله حملك، الله أسكنك، الله أوجدك، الله زوجك، الله جعلك معروفا بين الناس، هذا رئيس وهذا يربع وهذا يعني يأخذ ربع الغنيمة وهذا. أين شكرك لله؟ فأين شكرك إياي؟ وهذا سؤال يوم القيامة، سؤال توبيخ لمن قصر في شكر الله على نعم الله.